السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة وصفتنا هتكون معشوق الملايين والمصريين بالذات. محشي، بس هنعمل النهاردة محشي كوسة وبتنجان وفلفل، وان شاء الله تعجبكم. طبعا الوصفة دي معتمدة عندنا في الشتاء، طول الشتاء احنا مش بنبطل عمايل المحشي، وبيكون حلو جدا بصراحة. ايه، عندي هنا كوسة وبتنجان وفلفل وطماطم بتاعة المحشي وخضرة كزبرة وبقدونس وشبت وممكن كرفس. إيه الشوية دول؟ بوريكم الخضرة الشوية دول ب5 جنيه يا جماعة، الخضرة رخصت الحمد لله. كان ممكن الحبة دولت كده نجيبهم ب30 جنيه أو حاجة، والأيام ما كانت الخضرة غالية وأكتر كمان بصراحة، بس الحمد لله رخصت شوية. ومقورة طبعا الكوسة والبتنجان وغسلهم كويس جدا وسايباهم يتصفوا، وكنت حطاهم في مية بملح كده عشان يبقى الطعم بتاعهم حلو. ومعايا هنا حلة على النار فيها مية، لما غلت كده حطيت اللحمة بتاعتي. المرة دي هعمل اللحمة بعد ما المية تغلي. كنت كل مرة بشوح اللحمة الأول كده في معلقة سمنة أو زبدة واديها صدمة الأول، بس يعني تغيير يعني. وكده ولا كده بتبقى حلوة ان شاء الله يعني. سامحوني يا جماعة، يعني الواحد البرد عامل عمايله معاه، يعني ممكن يكون باين على صوتي شوية. عندي نهجان كده وصدري تعبني شوية من البرد. الشتاء بدأ بقى والبرد بقى مش هيسيبنا طول الشتاء الحمد لله. ربنا يعديه على خير يا رب، لان بيبقى في اسكندرية البرد شديد جدا عندنا يعني. فربنا يسترها ان شاء الله على الكبار والصغيرين بإذن الله يا رب. المية كده لما غليت معايا محطتش على اللحمة اي اضافات، غير لما اشيل الرغاوي اللي هي الريم دي الاول من عليها، وبعد كده احط التوابل بتاعتي والبصل والحاجات دي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. وكده بدأت برضو تغلي اكتر، فعملت برضو شوية يعني ريم كده، شلته. الاول انا حطيت اللحمة على النار عشان طبعا تلحق اخد من الشوربة بتاعتها شوية عشان ازود بيها المحشي. وبعد كده عندي بصلاية وجزراية كده حطيتهم، وهحط بقى التوابل بتاعتي بتاعت اللحمة، حبهان وورق لورا وفلفل اسود وكبابة صيني حب كده زي ما هي، وبحط شوية سكر والملح طبعا قبل ما تستوي بشوية. وهنا بشرت برضو حتة جوز الطيب صغيرة كده، بتدي طعم حلو قوي للشوربة بتاعت اللحمة، بس مش كتير يعني، حاجات بسيطة. وعندي هنا شوية طماطم مضروبة في الخلاط كده حطيتها، بس هو اسيبها بقى واوطي عليها النار شوية واسيبها تستوي مع نفسها. وهبدأ بقى اعمل المحشي بتاعي. كنت ضاربة طماطم كده في الكبة عشان ما تنزلش مية كتير. والرز بتاعي غسلاه ومصفياه كده من المية خالص، ومقطعة طبعا الخضرة اللي انتوا شفتوها دي وغسلاها غسيل حلو جدا. انا يا جماعة بعمل المحشي ني في ني بصراحة، يعني بيبقى تحفة، جربوه وهيعجبكم جدا. الني في ني احسن من المسبك بكتير وبيبقى خفيف على المعدة. وهنا عندي بصلتين مبشورين مفرومين كده في الكبة، وعاملة معاهم، حاطة معاهم بتاع 4 فصوص توم. انا بحب التوم جدا على المحشي، بيديله طعم وريحة حلوة قوي. وهنا الطماطم بتاعتي ضربها كده، ما صفيتهاش ولا حاجة، ضربها في الكبة كده من غير مية. والخضرة الجميلة بتاعتي كزبرة وشبت وبقدونس. في اليوم ده ما لقيتش كرفس، برضو لو لقيتي كرفس حطي عود صغير. بحط بقى التوابل بتاعتي، كل التوابل اللي عندي تعتبر حطيت منها. حطيت ملح بتاعي المظبوط والفلفل الاسود والكمون، وحطيت كزبرة وبهارات اللي هي ال7 بهارات، وحطيت توم باودر وبصل باودر
وشوية زعتر. دايما بحب افركه كده على ايدي عشان بيبقى خشن شوية، وكمان عشان يطلع الريحة بتاعته. وحطيت شوية بابريكا وشوية كاري وشوية شطة، مش فاكرة ده ايه، بس يعني لا، ده كان اللهم صل على سيدنا محمد. آه، اللي زي القرفة ده اسمه ايه؟ نسيت اسمه والله. اللهم صل على سيدنا محمد، دلوقتي هفتكر واقول لكم. وحطيت الزيت بتاعي وقلبت بقى الخلطة بتاعتي كده في حاجة كبيرة شوية، وبعدين هحطها في مصفى كده عشان لو فيها اي مية ولا اي سوائل تتصفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده، هي بصراحة كانت انا بحب الخلطة بتاعة المحشي تبقى حمرا، حمار حلو يعني، بس هي الإضاءة بتاعة الكاميرا مش مبيناها كويس، يعني مبيناها مبيضة شوية، بس هي حمرا جدا. والخلطة دي بتبقى خفيفة حلوة جدا على المعدة يا جماعة والله. وبعدين انا بحب اعمل المحشي بتاعي في صواني كده، عشان احمر الوش بتاعها بتبقى حلوة. وحطيت في الصينية من تحت كده شوية من الحاجات اللي طلعت من الكوسة، القلب بتاع الكوسة كده بيبقى طعمه حلو قوي، يعني ممكن يتاكل برضو كده مع المحشي. ولما اجي احشي المحشي بتاعي يا جماعة، ما خليش الكوسة مليانة على الاخر، يعني اسيب حتة كبيرة كده فاضية من قدام. دي بتخلي الكوسة بتاعتك ما تطلعش رز من بره كده، ولا تملى الصينية رز معاكي ولا اي حاجة. بشوف كده الناس عاملين محشي في الحلة كده، وبتبقى الحلة نصها رز كده واقع من الكوسة والبتنجان والحاجات دي. انا مبحبش كده ابدا. زي ما انتم شايفين كده الكوسة مش ببقى كمان مقوراها جامد، ببقى سايبة فيها شوية كده عشان تبقى ماسكة نفسها. وكمان الكوسة الحاجات اللي فيها من جوه دي مغذية جدا، انما البتنجان بكون شايلة كل حاجة فيه زي ما انتم شايفين كده. طبعا البتنجان، اي بتنجان لازم يسود كده يا جماعة. يعني متقولوش ان ده مثلا مش نضيف او كده، لا هو بيبقى كده البتنجان. طبعا شفتوا الكوسة من جوه عاملة ازاي، بيضة زي الفل ازاي من جوه. زي ما انتم شايفين كده ببقى سايبة حتة قد عقلة الصبع كده فاضية من قدام من اي محشي بقى، كوسة بتنجان، عشان لما يستوي يبقى كده خلاص، يبقى مليان كده على الاخر، ومفيش حاجة تقع في الحاجة اللي بسوي فيها. وهتشوفوا برضو دلوقتي بعد ما يستوي عامل ازاي، شايفين بوريكم ازاي حتة كده قد عقلة الصبع او اكتر. وبرضو ما كبس يعني قوي الرز قوي، اسيبه مهوي شوية. معلش يا جماعة انا بنهج، ادعولي ادعولي. دور البرد ده وحش قوي، ربنا يسترها يا رب ويعديها على خير. وهنا كانت الشوربة بتاعتي غلت، حطيت المية اللي طلعت من تصفية المحشي دي مش برميها، دي بزود بيها وبحط عليها شوية شوربة. غليتهم كده على النار، وبعد كده بحط الصينية كده، ما بغطيش المحشي بتاعي، بيبقى لسه يعني بزود الشوربة اكتر من نصها بشوية، واحطها على البوتاجاز كده تغلي شوية. وبكون مولعة الفرن من فوق ومن تحت. في المرحلة دي كده ما بيكونش لسه شرب كل الشوربة، بروح حطاه في الفرن عشان يكمل سوا في الفرن ووشه يحمر. وبرضو نفس اللي عملته مع الكوسة بعمله في الصينية بتاعة البتنجان والفلفل. شوية شوربة كده ببقى غليهم على النار، والشوربة لو مش محمرة معاكي حط لها معلقة صلصة عشان يبقى المحشي كده شكله محمر وحلو من بره ومن جوه. وما بكملش برضو الصينية كده لحد النص كده بس، وبغطي عليها، لازم اغطي عليها يا جماعة في الغلوة اللي بتاخدها على البوتاجاز من فوق دي، عشان كله ياخد مع بعضه يعني ويستوي. وبعد كده لما يبقى نص سوا بدخله الفرن، وبيطلع زي ما انتم شايفين كده، بيطلع بقى محمر كده من فوق ومن تحت ومستوي ومفيش بعد كده، وبيبقى طعمه تحفة، بيبقى احلى من اللي بيتعمل في الحلل كده على البوتاجاز بكتير يعني. ما شاء الله كانت ريحته طالعة جميلة مع ريحة اللحمة طبعا، ما اقولكوش يعني.
واللحمة بتاعتي عملت لها خلطة كده زي اللي كنت عاملاها في الفيديو بتاع الكوارع، ما جبتهاش معاكم عشان الفيديو ما يطولش، وكانت تحفة بصراحة يا جماعة. وهنا بقى الخلطة بتاعتي بتاعت الكوسة والبتنجان كان فضل منها شوية كده خلطة رز. هنا كنا تاني يوم يا جماعة، وقلت بقى هوديهم فين. رحت حاشية بيهم شوية الكرنب دول، كانوا شوية كرنب فاضلين عندي من مرة قبل كده، وكنت كده مكيساهم وحطاهم في الفريزر، مفيش حاجة بتترمى الايام دي خالص يعني. ونفعوا وعملوا معايا طبق محشي اهو، حطيته كده تاني يوم جنب الاكل، وكان ما شاء الله عليه حلو جدا. وده بقى بتاع اليوم بتاع الكوسة والبتنجان. عملت بقى جنبه سلطة والشوربة واللحمة بالخلطة الرهيبة بتاعتي دي، بتبقى اللحمة مستوتش قوي، وبروح جاية عاملة لها الخلطة بتاعتها الحلوة دي، وادخلها في الفرن بقى تكمل سوا ووشها يحمر كده وتبقى جميلة. في المقطع اللي فات ده كانت نسيت اسيب لكم المقطع ده تسمعوا حياة بتقول ايه. حياة بنت اخو جوزي، بنوتة صغيرة كده انا اللي مربياها، كانت عندي وجاية تتغدى معانا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، مع السلامة.